بس شغلت اهي اللمبة الحمراء جت اهي. لمبة حمراء فعلا؟ اهي على جنب اهي. دي معناها انه بيصور. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في خامس يوم من أيام الرحلة الشيقة الجميلة إلى محافظة الأقصر، واليوم مخصص للصيد، ونحن الآن على شاطئ النيل وفي المواجهة البر الغربي والذي به معبد الدير البحري ووادي الملوك ووادي الملكات إلى آخره. لكن ما يعنينا اليوم هو عملية الصيد. فنحن الآن على شاطئ النيل، وها نحن نشاهد صفحة النيل الرائعة من بعد ومن قرب، وإلى جواري يجلس صديقي وأخي ومرشدي السياحي في هذه الرحلة الحاج فوزي عنتر عثمانلي بارك الله فيه، وهو يرتدي الزي البلدي الذي يرتديه أبناء الصعيد هنا. السنانير الحقيقة كما ترون مطروحة على صفحة النيل، وننتظر الرزق الذي سوف يأتي به الله إلينا بإذن الله. ما جمعناه من أسماك حتى الآن لا يتعدى 7 كيلوغرامات من السمك، وهو لا يكفي لحاجة الأسماك للأسرة، فقد وعدناهم ب10 كيلوغرامات من الأسماك حتى يستطيع الجميع أن يتناول وجبته من هذا السمك إن شاء الله. المحطة اللي احنا شايفينها ورانا دي محطة رفع المياه التي تقوم بتغذية المدينة بمياه الشرب الصالحة، وهي خلفنا الآن هي حتى هذه الأصوات التي تسمعونها هي أصوات هذه المحطة. الحاج فوزي يجلس متأملا في صفحة المياه، وأنا أجلس بجواره كما ترون، وأنا أتولى عملية الداخلية لهذه الرحلة. هذه المياه المتدفقة هي المياه الفائضة عن حاجة محطة الرفع، وبالتالي فهي تعود مرة أخرى عبر هذه المواسير الضخمة إلى مجرى النيل. يعني حقيقة مشهد جميل، ويوم من أيام الصيد الرائعة التي خصصناها. فصباحا هنا على صفحة النيل الخالد، ومساء إن شاء الله سنصطاد في مكان آخر يسمى إيه يا حاج فوزي؟ هنصطاد إمتى؟ العصر فين إن شاء الله؟ لا، العصر هنصطاد من البحر في الكرنك. في الكرنك إن شاء الله. إن شاء الله في الكرنك بإذن الله. ورا الهيلتون على طول كده منطقة جميلة. ورا الفندق الهيلتون فرع الأقصر. فرع الكرنك. وغدا إن شاء الله رحلة تفقدية إلى مدينة الأقصر، ثم يوم الخميس إن شاء الله آخر أيام الرحلة الخاصة به سيكون في معبد الكرنك وفي طريق الكباش، وسوف نرى برنامج للصوت والضوء في هذه المنطقة، وهو برنامج شيق ويذاع أو يقدم مساء إن شاء الله. اتفضل. الحاج فوزي مصر انه يطلع وشي في الرحلة، فهديله الكاميرا عشان بس يسجل مقطع ليا بإذن الله. ها نحن الآن أمام نهر النيل العظيم. هذا هو نهر النيل، نجلس أمامه بسعادة بالغة. الله الله الله. كمل يا أخي. أنت بتضحك. وطبعا منظر هنا جميل بقى، المية المتدفقة ديت اللي عاملة شلالات شكلها جميل. المية دي على فكرة طالعة فايض من محطة مياه اللي ورانا دي، لأن ورانا محطة مياه بتكرير مياه، ومنظر هنا جميل فعلا. أنا عاوز أضيف تاريخ اليوم بس بعد إذنك. النهارده 22 يناير 2013، الموافق أظن 10 ربيع ثاني، ربيع أول 10 ربيع أول 1434 هجري. كان لابد أن نسجل هذا التاريخ حتى يسجل الفيديو بتاريخه الحقيقي. اتفضل يا حاج فوزي.
لا لا، مناظر فعلا جميلة. شمس المشرقة اهي، الشمس الجميلة التي تبعث لنا بالدفء العظيم. وشايف على البر الثاني كده في مدرسة قدامنا كده هوت، وهنا طبعا جبل، بس هتبقى الصورة بعيد قوي قوي. بعيد قوي قوي قوي، هيبقى بعيد كده. على بركة الله. نكتفي بهذا على القدر بركة من الله. الفيديو، ثم سنعود إليكم مرة أخرى عبر كاميرا الفيديو حينما تجد أحداث جديدة أو أماكن جديدة، وبالتالي نكون قد وضعنا خريطة تصويرية للرحلة منذ البداية، وبإذن الله تعالى نختتمها إن شاء الله بالفيديو الأخير الذي سوف يكون في محطة سكك حديد الأقصر إن شاء الله. يلا باي. نشوف بقى إيقاف بقى.